السلام عليكم، ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا دايما بخير. تعالوا اوريكم طريقه البروست الجميله دي. وحبيت كده قبل اي حاجه صلوا بينا على النبي واذكروا الله، وحبيت كده ان انا اقول لكم على حاجه يعني. واحنا بنشوف طريقه البروست الجميله دي، كنت عامله طبعا طريقه الكاتشب معاكم، وعملت برضو الرز الاصفر ده. عملته كله كده في نفس الوقت وانا بعمل البروست. وهوريكم دلوقتي الطريقه وايه المكونات بتاعتنا، بس حبيت كده اقول لكم على حاجه يا حبايبي. هو ليه يا حبايبي دايما بندعم الحاجة اللي هي مش حلوة، اللي هي اصلا في الاصل مش عجبانا؟ يعني حاجة زي مثلا واحد زي اللي بيرقص كرشه ده، او اللي بينكش شعره، او واحدة بتطلع تحلق شعرها. ليه احنا بندعم الحاجات دي؟ وليه بنعمل لها بنخلي كل الناس تشوفها، بنعمل لها اهتمام؟ ليه قنوات مبتدئة مثلا محترمة بتقدم محتوى محترم ما بندعمهاش، ما بنخليش حد يشوفها؟ ومع ذلك انتوا ما بتحبوش وبتقعدوا تنتقدوا الناس دي. يعني واحد زي اللي جه نازل مصر ده يرقص كرشه، ولا اللي ينكش شعره، وانتوا طبعا مش عاجبكم وبتقعدوا تنتقدوه، بس هو اصلا انتوا اللي شهرتوه، انتوا اللي بتشهروا الناس دي، وفي الاخر بتيجوا تزعلوا ان هم اتشهروا، وان هم ازاي بيعملوا كده، وان هم ازاي بينزلوا مصر و... وبيتشهروا جامد في مصر والكلام ده، لان انتوا اللي شهرتوهم. انتوا ممكن ما تدوهمش اي اهميه خالص. ممكن اكن يعني انت لما حد في يعني يعملوا فيديوهات زي كده اكننا مش شايفينها اصلا، ما نتكلمش اصلا عليهم، عشان احنا لما بنتكلم عليهم بنعمل لهم يعني قيمة. ممكن قنوات المبتدئة زي كده مثلا محترمة، قنوات بتقدم محتوى محترم. مش لازم يعني الواحد يطلع يرقص كرش، ولا ينكش شعره، ولا تطلع تعمل حاجة وحشة علشان تتشهر والكلام ده. لا عادي، انتوا ممكن تشهروا القنوات المبتدئة دي اللي هي بتعمل محتوى محترم، بتعمل محتوى طبخ، محتوى خياطة، اي محتوى محترم، وانا يعني مبقوش طالعين بوشهم وبيتكلموا بكل احترام. ليه القنوات دي ما بتتشهرش؟ ليه القنوات دي ما فيش حد بيدعمها؟ ليه ما بندعمش الا الحاجات الوحشه اللي في الاخر بنيجي ننتقدها وبنقول هم بيعملوا كده ليه؟ هم لان احنا اللي بنعمل كده بايدينا يا جماعه. انا بس حبيت بس اقول لكم على حاجه يعني. انا بقالي سنه عامله القناه بتاعتي دي وجالي ازاي احباط والله، ان انا بنزل فيديوهات وبعمل فيديوهات زي ما انتم شايفين كده، وربنا يعلم طبعا. انا حابه قوي الموضوع ده، وحابه ان انا انزل اكل وكده، بس انا جالي احباط بسبب ان انا ما حدش بيتفرج مثلا كتير على القناه بتاعتي، او بيعمل لي مشاركه او حاجات من دي. مش فانا بتكلم بس على كده، يعني انا بقدم محتوى محترم ما فيهوش اي حاجه وحشه ولا في اي حاجه خارجه. ليه ما يتشيرش زي القنوات التانية، زي اللي نازل يرقص كرش، ولا زي نويل اللي بينكش شعر، ولا الكلام ده؟ يعني ليه يعني؟ بس انا حبيت اقول لكم بس كده كلمتين يعني كانوا جوايا، حبيت انتوا زي اخواتي، حبيت بس افضفض معاكم واقول لكم، وما تزعلوش مني خالص. وطبعا الاكله بتاعتنا النهارده وانتوا بتتفرجوا عليها اكيد انتوا عرفتوا الطريقه. انا ما عرفتش ان انا اقول لكم يعني على الطريقه بتاعتها، بس اكيد انتوا شفتوا الطريقه وانا بعملها. هي سهله جدا وهتعجبكم خالص. ويا ريت تجربوها وتقولوا لي في الكومنتات ايه رايكم. ولو اي حاجه تاني انتوا عايزين ان انا انزلها لكم قولوا لي، وانا هنزلها لكم ان شاء الله. وقناتي ما تنسوش اسمها ام العيال في البيت بيتي. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.